قمة عربية في الجزائر أو قمة عربية دولية مصغرة في الجزائر، وهدفها إقناع دونالد ترامب وأمريكا تحديدا بموقف الجزائر والمبادرة والتحركات الجزائرية. ولكن هل راح تحضر جميع الدول الإفريقية والعربية؟ وهل لماذا مطالبة الجزائر باتخاذ هذا الموقف وعقد هذه القمة؟ وهل راح تديرها الجزائر أصلا ولا ما ديرهاش؟ ونوع الجهود والتحركات الجزائرية في هذا التوقيت بالذات التي صراحة أبهرت الجميع، وخاصة أعطت للعديد من الدول العربية درسا لن ينسوه. قبل ما نبداو صلوا على النبي، ديروا لنا الاعجاب والاشتراك اول حاجه مع التحركات والجهود والمبادرات الجزائريه التي لا تتوقف، خاصه في مجلس الامن الامم المتحده. راكم تشوفوا فيه حتى رغم انه الجزائر باتت تتغيب عن القمم العربيه لانه شافت باللي لا جدوى من القمم العربيه، وكل مره لا يخرجون باي قرار او اي مشروع قرار او اي مبادرات تساهم في الحل وفرض الامن وبسط الامن والاستقرار وحل يكون مستدام في الشرق الاوسط. لهذا الجزائر شافت باللي هي قمه فارغه جبدت عليها. ولكن الان رانا نشوفوا باللي العديد من الخبراء والعديد من الشخصيات البارزه ترشح الجزائر باش دير قمه عربيه وتكون موحده وتكون عربيه اسلاميه، وحتى حضور بعض الدول الاجنبيه كضيف شرف، وحتى هم يشاركوا في الحل. لانه صراحه الان ولا الوضع غير مسبوق، لانه الكره الارضيه قلما عندها عشرات السنين الى ما قلناش اكثر من 100 سنه ما صارت لهاش ولا عشرات السنين ما وضعتش ما تحطش في موقف كما هذا. لانه راكم شاعله، راكم شفتوا في الشرق الاوسط كيفاش شاعله، تروح جهه سوريا الروس كيفاش شاعله، حتى هنا في افريقيا حبوا يشعلوها لولا لطف الله واحتواء الجزائر للوضع والضغوطات على جميع الأطراف وعزل جميع الأطراف على ليبيا وعلى مالي وعلى بوركينا فاسو وعلى النيجر. يعني راكم تشوفوا هذا العالم صراحة خاصة في السنوات الأخيرة ولا تخلط فيه بزاف، ولا ممكن قابل للاشتعال في أي لحظة. لهذا وجب احتواء الوضع، ولهذا العديد من الخبراء والعديد من العقلاء يطلبوا من الجزائر باش هي راهي دير الجزائر في جهود مميزة دوليا، ولكن طلبوا منها باش دير قمة عربية أو قمة موسعة تحضر فيها العديد من الدول ويطرحوا العديد من الملفات وحتى العديد من الآراء كيفاش يديروا حل على الأقل باش يحبسوا الأحداث في الشرق الأوسط، يحتوي القضية على الإيرانيين، يحتوي مع الروس. مليحة هي بإذن الله يعول عليها كثيرا، ولكن صراحة أنا نشوفها باللي صعب جدا، رغم أنه تروح تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي ترجيحات وتهليل، وكاين اللي يقول لك خلاص راح تتم. صراحة من الصعب جدا. لماذا؟ لانه حتى بعض الدول لو كانت خاصه من تحب تطرح العديد من الملفات، تطرح الوضع في القطاع، تحط مثلا المشكله تاع الايرانيين وتاع الروس، كاين كي تجيب هذو كامل الدول كاين اللي عندهم في هذيك الثلاث قضايا، كاين اللي يأيد هذاك الطرح ويعارض زوج، وكاين اللي يأيد زوج ويعارض وحده، وكاين اللي يعارض زوج ويأيد وحده، وكاين اللي يعارضهم كامل وكاين اللي يأيدهم كامل. لهذا صعب جدا صراحه المهمه هذه. والجزائر صح هي ممكن تصير هذيك القمه وممكن تتعقد، ولكن صراحة أنا نشوف باللي الأحسن للجزائر صراحة من هذا المنبر أنه تستمر في الجهود فرديا لمحاولة إقناع أمريكا من جهة، واستغلال هذه العلاقات الجيدة والمتصاعدة والتقارب الكبير بين الجزائر وأمريكا في العديد من المجالات. تستعمل الجزائر هذه التحركات والجهود وعضويتها الغير دائمة في مجلس الأمن لإقناع ترامب باش يوقف الأحداث ويحتوي الوضع ويدير شوية تهدئة ويدير وسطة. والأحسن الجزائر تدخل في وسطات مباشرة بدون أي اجتماعات ولا قمم، اللي صراحة قمم تهدر الوقت وتهدر المال، خاصة من تديرها مثلا الجزائر قمة عربية. شكون اللي راح يحضر في القمة العربية؟ واش راك تستنى مثلا من دول عربية تخرج بكاش قرارات ولا كاش مقترحات ولا يبدا الخلاف مباشرة؟ يعني حتى الجهود الجزائرية ممكن تشتت لو عقدت قمة عربية، والله أعلم. هذا مجرد رأي فقط، ممكن يكون صح ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ، ولكن الأحسن أن الجزائر الآن في المنهج تاعها راهي تسير مباشرة، توصل الصوت وتوصل النداء في مجلس الأمن. وشفنا عمر بن جمعة راه يقوم بجهود جبارة في مجلس الأمن لوقف الأحداث واحتواء الوضع وحشد الرأي العالمي الدولي وحتى إقناع الطرف الأمريكي بالمبادرات الجزائرية أو أي مبادرة أخرى ماشي بشرط جزائرية، المهم احتواء الوضع. لأنه الوضع راه غير يتفاقم، ولو كان العالم هذا يدخل في حيط ما راح حتى حاجة تسلقوا، خاصة أنه رانا نشوفوا العديد من الدول واش عندها من عتاد، لو كان يدخلوا في بعضهم راح تسمح الكرة الأرضية. لهذا لا قدر الله، لهذا ضروري جدا احتواء الوضع. والأكثر من ذلك متابعينا الكرام، بخصوص انت تنتظر مثلا النظام المغربي المغرب
المغرب ولا الملك المغربي يحضر لقمه تحضر ديرها الجزائر، ولو كان يحضر باينه باللي راح تفشل مليار بالمية، لانه المواقف غير متطابقه. ولهذا العديد من كاين حتى اللي انتقدوا الجزائر قالوا علاش ما راهيش تحضر القمم العربيه، علاش تبون الرئيس تبون ما يروحش يحضر القمم العربيه، واش تحضر في القمم العربيه خرجت بكاش نتيجه؟ ما تخرجش بكاش نتيجه. اصلا شفنا بعض القمم العربيه الاخيره، خاصه قمتين عربيتين، بغير ما نذكروا حتى وين تمت هذيك القمتين العربيتين، وانتم على بالكم اخر قمتين عربيتين. هذوك القمم العربيه واش خرجت بكاش قرار، غيرت من الوضع، دخلت كاش مساعدات، فرضت الحل، عطات كاش حل مناسب لامن وسلام، ولبسط الامن والسلام بطريقه مستدامه، او حل اي كيف ما كان نوعه. ما دارتش حتى حل. لهذا واحد ما يقدر يعيب على الجزائر كي ما تحضرش القمم العربيه. وحتى كي دير الجزائر كاش قمم مصغره ولا ما تعرضش وما تدعوش كاش دوله وكاش دوله معينه، هذيك من حقها من الاخير. والجزائر الان هي تركيز الساعه على العديد من الدول الاوروبيه، ولكن صراحه حتى العديد من الدول الاوروبيه ما راهمش يقدروا يقنعوا او يضغطوا على الطرف الامريكي، خاصه موقف امريكا. تغير موقف امريكا باش نكونوا واقعيين. تغير موقف مثلا امريكا، راك انت خلاص حققت انجاز كبير، وحققت السلم والامان والسلام، وحققت مثلا خطوه كبيره نحو بسط الحل وتسريعه وتعجيله. اما باش تقول لي تقنع فقط روسيا راح يتغير، ما راحش يتغير صراحه الوضع بشكل كبير الا كان بواحد الى 5%. هذه باش نكونوا واقعيين، ما نبالغوش، يعني احنا نهضروا الواقع. تروح تقنع الطرف الصيني، صح ممكن الصين عندها قوه وكلش، بصح باش تغير تم الاحداث في الشرق الاوسط باب الصين ما تقدرش. بصح لو كانت تقنع الطرف الامريكي مباشره، وتقنع ترامب بكاش حل وبكاش مبادره، وتكون هي يعني مفيده للجميع، كل طرف يشوف روحه باللي خرج بنتيجه مرضيه، ثم صح هذا خلاص تتوقف جميع الاحداث. اما باش تقول مثلا حتى بعض الدول الاوروبيه تجبدها، احنا رانا نشوفوا الان حتى الجزائر عندها جميع الدول الاوروبيه وعندها جميع دول الفيتو الاخرى ما عدا امريكا مثلا في مجلس الامن، وتطرح الجزائر مشاريع القرارات. رانا نشوفوا كامل يصوتوا، تستعمل الفيتو الامريكي مباشره يفشل المشروع القرار وما يتمررش، حتى قرار ما راه يتمرر. لهذا الجزائر راهي الان دير في جهودات كبيره وجباره نحو امريكا لاقناعها، لانه صراحه هذا هو اللي باذن الله ان شاء الله برك تكونوا فهمتوا عليا. لانه صراحه احنا ما راناش نقزموا من دور الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه، ولكن صراحه امريكا عندها، راكم تشوفوا عندها مكانه خاصه وعندها قوه خاصه، وخاصه من تحب تفشل لك كاش مشروع قرار تفشله. لو كان بصح امريكا بمجرد اشاره منها وبمجرد ضغوطات خفيفه جدا منها ممكن تتوقف الاحداث في الشرق الاوسط نهائيا. لهذا باذن الله المبادره لازم تكون مين تكون، لازم تكون محايده بالفعل. الجزائر لازم تكون محايده بالفعل في الوساطات وفي المبادرات، لانه تدير الوساطه وما تكونش محايد وتحاول تميل مثلا طرف على طرف اخر، صراحه راح تفشل جهود الوساطه. لهذا باذن الله يعول كثيرا على الجزائر في المرحله المقبله، والجزائر اهل لها. صح الجزائر كانت مغيبه لسنين طويله جدا في وقت الزمن الراحل بوتفليقه، ولكن الان الجزائر راهي رجعت بقوه وعندها كلمتها وعندها اذان تصغي لكل كلمه تقولها. وربي يحفظ بلادنا ويحفظ العالم اجمع. مع السلامه.